السلام عليكم، انا اسراء. عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عباره عن ريفيو عن البالت دي من اماندا. فلو انت حابه تعرفي ايه رايي في البالت دي تابع الفيديو لحد اخره. اول حاجه البالت دي بتتكون من 6 ارواج و6 اي شادو وكونسيلر وكونتور وباودر وبلاشر، 2 بلاشر. يعني هو مفروض واحد بلاشر واحد برونزر، بس انا حاسه البرونزر ده اللون بتاعه رايح على برتقاني، فمش بستخدمه كبرونزر بس بستخدمه كبلاشر، وهو حلو جدا. يعني درجة بشرتي مناسبة جدا عليه. وبعد كده هنا جايبلك فرشتين، مش عارفة ليه هنستخدمهم يعني، بس المهم يعني انا مش بستخدمهم، هما مش حلوين خالص. فاول حاجة اللون ده لون تقريبا عنابي او حاجة زي كده او نبيتي. اللون ده حلو جدا للشتاء، بس يعني الشتاء اصلا خلص، فانا جبتها ما استخدمتوش كتير قوي. بس هو حلو، وهو ده درجته. انا هعمل عليه درجته بس 3 الوان، يعني 3 الوان. بعد كده في اللون ده اللي انا بحبه جدا، اكتر لون بحبه. هو اللون رايح على بيج شويه. هو بيج. حلو جدا لحاجه للصبح، حاجه خفيفه، مش حاجه اوفر او اي حاجه. فحلو جدا. الالوان دي مات، نسيت اقول الالوان دي كلها مات، وهي نفس التركيبه بتاعت الالوان الروج بتاعت اماندا اللي هي السودا. وبعد كده اللون التالت اللي هو ده برضو لون حلو للصبح، حلو جدا. يعني لون نهاري حلو، مش هتبان ان انتي حاطه حاجه، مش حاجه اوفر يعني. وده اللون البيج اللي انا بحبه برضو. زي ما شايفين مش باين خالص، حاجه خفيفه جدا. بعد كده في اللون ده اكتر لون انا ما عجبنيش بصراحه، لونه فاقع قوي، مش عارفه ليه. يعني ما ينفعش، يمكن لو انا درجتي افتح لدرجه بشرتي افتح يبقى حلو، بس انا مش حاسه ان هو حلو خالص. بعد كده في لون ده ده شبه اللون ده بس اغمق شويه، برضو عاجبني، حاجه نهاريه حلوه برضو. وبعد كده في اللون ده اللي هو احمر احمر يعني، حلو جدا الاحمر، بحبه يعني. هو الارواج كلها حلوه تستخدميها زي ما قلت، ما عدا اللون ده انا مش بستخدمه خالص، لان هو اللي هو اللون ده اللي في النص فاقع جدا، مش حباه خالص، مش عارفه ليه حاطينه، بصراحه مش حلو جدا. بس الارواج كلها يعني حلوه، وانصح بيها اي حد. روح للاي شادو في اللون ده اللي هو تقريبا برضو لون عنابي. اللون ده كنت متحمسه له جدا لان الالوان دي طالعه موضه جدا، بس مش عارفه مش حلو، مش قوي جدا بالنسبه للالوان التانية، مش قوي. ده اكتر لون ما عجبنيش في الاي شادو، مش زي ده مثلا. ده اهو باين حلو يعني. ده مثلا لو تحت العين، تحت في الجفن اللي تحت بيبقى حلو جدا. لو مثلا حاطه حاجه خفيفه، حاطه لون بني فوق بس عايزه حاجه كده تميزك، فممكن تستخدمي ده تحت العين، حلو جدا وقوي زي ما انتم شايفين. بعد كده في اللون ده اللي هو اكتر لون انا بستخدمه في البلد دي كلها، هو اللون بني، لون قوي جدا. اللون ده انت ممكن تستخدميه على فكره بودره حواجب، انا برضو استخدمته وكان حلو. بس انا بفضل بتاعه زوان برضو، بس انت لو مش معاكي ممكن تستخدميه ده انا بستخدمه في كسرة العين علشان بس يحددها لي، حلو جدا. ده لازم معايا، لازم استخدمه كل يوم، انصح بيها اي حد. اللون ده جميل جدا. بعد كده تيجي الالوان، ال3 الوان دول اللي هما بيلمعوا برضو كلهم حلوين. اللون ده هو اكتر لون انا مش بستخدمه قوي، لان برضو مش قوي قوي، هو كويس يعني، هو مش وحش قوي، بس انا اعتقد ان كان في احلى. ده الذهبي ده منه احلى منه بكتير. وبرضو الابيض قوي. انا الذهبي ده بحطه ساعات بستخدمه كهايلايتر بس عادي، بيبقى شغال. وساعات برضو بحطه في الجفن، بيبقى حلو برضو جدا. والابيض ده بحطه لتحت الحاجب، وساعات في جفن العين يعني من جوه خالص، مش عارفه اسمها ايه، اللي هي اول العين يعني. فحلو جدا. دول اكتر اللي انا بستخدمهم، دول اللي هما ده مش بيلمع، مفهوش لمع، كلهم ما فيهم لمعه ما عدا ده لمعته بسيطه، ده مفهوش لمعه. وده لكن ده فيه، وده فيه، وده برضو فيه، وده تقريبا فيه بس حاجه بسيطه مش قوي، وده فيه بس. ده اللون الوحيد اللي هو المات، كلهم فيهم شمر. بس ايه، انا بستخدم ده على الكسرة، وده يعني اكتر لونين بستخدمهم، ده في كسرة العين، وده في كل الجفن، وده تحت الحاجب، وبس على كده. ده انا بستخدمهم كل يوم، بيبقوا حلوين جدا. ف اللي هي الاي شادو يعني حلوه تقريبا، حلوه كلها، بس انا زي ما قلت انا مش حابه اللون ده واللون ده مش قوي يعني. بس هما يعني كسعر وكده جودتهم كويسه، تقريبا كويسه.
وبعد كده في الكونسيلر ده والكونتور ده انا البياع قال لي ان هو كوريكتور، بس انا حاسه ان هو كونسيلر عادي. انا ما استخدمتش ده، بس انا استخدمت الكونتور. هو ده بيغطي، تقريبا استخدمته مره واحده بس بيغطي، لكن ده انا استخدمته كذا مره، برضو مرتين 3 يعني في الافراح وكده، عشان مش بحب اعمل كونتور غير في الافراح. حلو جدا، بيدمج بسهوله، مش بتحتاجي تدمجي قوي، لان انا بصراحه عندي كونتور مشكله ان انا مش بعرف ادمجه قوي، بس ده مسهل لي الموضوع شويه، ودرجته حلوه عليا. انا مش بحط كتير يعني، يا دوبك حاجه زي كده مثلا واحط على الخدود، مش حاجه قويه قوي. بعد كده الباودر دي جميله جدا، الباودر دي ناعمه جدا. انا مش عارفه، انا حاساها انعم من اللي هي اماندا العاديه، يعني الباودر الاماندا اللي هي الحمراء العاديه، فحلوه جدا. الباودر بستخدمها برضو لكل وشي. بعد كده في 2 بلاشر. البلاشر ده هو المفروض يكون برونزر، بس انا بستخدمه كبلاشر، لونه كده رايح على مشمشي، فحلو جدا. وانا بستخدمه كبلاشر مش بستخدمه كبرونزر، لان هو تقريبا فيه لمعه ورايح على برتقاني، فانا مش حباه. وبعد كده في ده في اماندا برضه، هو كله اماندا. معلش. في البلاشر ده لونه بامبي. انا قلت قبل كده ان انا بلاشر اماندا عاجبني، اللي هو ميس ميلانو، بس ما كانش عاجبني ان هو قوي جدا ومش بتعرف تدمجيه، لكن الالوان دي بتعرف تدمجيها حلو جدا، فبصراحه عاجبني. انا دي اكتر حاجه حباها في البالت. انا قلت يعني احلى حاجه في البالت دي ان هي فيها كل حاجه، عشان لو مثلا حاجه باظت او حاجه ما عجبتكيش فيها حاجه تانية، يعني لو ارواج ما عجبتكيش فيها اي شادو، لو البلاشر ما عجبكيش فيه ارواج واي شادو كده يعني. ريفيو كامل عنها، هي حلوه جدا بصراحه، وبسعرها دي انا جبتها ب130، سعر حلو جدا مناسب للمبتدئين. بتاخدي ارواج، بتاخدي 6 ارواج، 6 اي شادو، 2 بلاشر، باودر وكونتور وكونسيلر. يعني انا قال لي البياع ان البتاع دي بس ب75، يعني 2 بلاشر ب75. هما البالت دي بتتباع لوحديها تقريبا، انا مش مفهمتوش قوي، بس الاتنين دول ب75، انت جبتي كلها ب130. انا اعرف في ناس اشتريتها ب30 جنيه، بس في محافظات تاني، يعني محافظتي انا كان ب130 بس. لو انتي تقدري تجيبيها ب100 هاتيها، لان بصراحه هي مناسبه جدا للمبتدئين، وحتى لو انتي مش مبتدئه. اعتقد لو انتي ميك اب ارتست او كده مش هتعجبك قوي، لانها مش قويه جدا، يعني مش هتنفع لافراح او كده. ف زي ما قلت يعني خامتها مش حلوه قوي، بس هي خامتها للمبتدئين وسعرها حلوه جدا بصراحه. وانتي ممكن تتقلي بالبرايمر، هيكون شكلها احلى يعني، والالوان هتبان اكتر في الاي شادو. بس ده كان ريفيو كامل عنها. هي حلوه جدا بصراحه، انا حباها، مش حاسه ان انا ممكن احتاج حاجه تاني معاها. انا من ساعه ما اشتريتها مش بشتري اي ارواج، لان معايا تقريبا كل الالوان. معايا لونين بينك حلوين جدا، اللونين دول انا بحبهم جدا. معايا لون احمر لو في مناسبه او كده، معايا اللون ده برضو، ومعايا اللون البيج ده اللي هو الحلو. هو بس اللون اللي انا مش هستفيد منه قوي هو اللون ده، يعني مش عارفه ليه حاطينه، لون مريب جدا، مش عارفه ليه، مش عاجبني خالص. لون كده فاقع زي ما بيقولوا، بامبي فاقع. وزي ما قلت الاي شادو حلوين جدا، بس اللون ده خفيف، مع ان انا شفت ناس شكرت فيه جدا. اللون ده هو يبان هنا حلو، لكن لما بحطه مش يعني، لما بستخدمه بالفرشة وغير الفرشة مش بيتحط على العين، مش عارفة ليه، بس انا برضو يعني بحاول اظبطه. بعد كده في اللون ده حلو جدا، ده لون قوي زي ما قلتلك، يعني مش عارفة ليه بعيد، بس اللون ده قوي جدا، انا عاجبني. بحطه بس لتحت العين، حلو جدا. وده اللون ده ممتاز، ممكن تستخدميه في كذا استخدام. ممكن تستخدميه بودرة حواجب، ممكن تستخدميه كسرة العين، حلو جدا. وده برضو حلو. وده كهايلايتر، ده اكتر لون يعني، ده العشق زي ما بيقولوا بحبه جدا. بحط كهايلايتر للمناخير وللخدود، برضو حلو. وده الابيض ده برضو قوي جدا. بس انا هو ده، مش عارفه ليه عدتهم تاني، بس انا قلت ريفيو كامل. البلاشر الاتنين حلوين جدا، الباودر جميله. وده كان فيديو النهارده، بالت اماندا عجبتني جدا وحباها. لو انت استخدمتيها اكتبيلي تحت في الكومنتات هل عجبتك او لا. وهو ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا اعجاب واشتراك في القناه علشان يوصلوك كل جديد. انا اسراء، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.